فإن أمتنا المجيدة أمة ولادة. الفضلاء فيها كرمل عالج بعدد رمل البحر والصحارى. ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. كلام ذهب. السعادة والشقاوة متقدمة على الفعل والجزاء، والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي كذلك. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. تقدمت الشقوة وتقدمت السعادة على الفعل والجزاء. الحياة إذن على خطين فاصلين متوازيين لا يلتقيان أبدا، طريق أهل السعادة وطريق أهل الشقوة. نحن أمة الدعوة وأمة الشهادة وأمة الوسط. لماذا صار حالنا هكذا؟ ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وجعل الحكم لذلك وجعل الخلافة لذلك. إن واجب أي حاكم أن يقيم دين الله في الأرض، هذا واجبه كله، ليس له واجب غير هذا، أن يقيم دين الله في الأرض. لأن إمامهم والذي كان حاكما عليهم صلى الله عليه وآله وسلم: هل أجبتم الرسول؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نحن الآن نشهد على الناس. انزل أي مطار في دولة مسلمة إلا ما شاء الله، لا ترى فرقا بين مطار هذه الدولة وبين مطار أفجر دولة. والمطارات والموانئ عنوان الدول. اركب أي طائرة لا ترى فرقا بين طائرة أهل الكفر وطائرة أهل الإسلام. نحن نستأهل أن نشهد على الناس. نحن أمة الخلق عقدتها الأجيال المتطاولة بسبب بعدها عن ربها. هذه الأمة أمة مجيدة، لكنها غبنت. أنا أقول هذا الكلام
لأقول لك ارفع رأسك فأنت مسلم. لا يغرنك هذا الهوان. لكن أهل السعادة يسعدون في الدنيا والآخرة. أما سعادتهم في الدنيا فالتمكين في الأرض، وأما السعادة في الآخرة فالجنة. السعادة الدين. هذه الأمة لم تهزم إلا لأنها تركت الدين. كل نعمة في مقابلها شكر، وكل مصيبة في مقابلها توبة. أهل السعادة لا يرون إلا هذا. حالنا كله ملخص في آية. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ليس لهم ولي إذا كان الله هو خصمهم. طريق التمكين هو طريق الطاعة. الأمة دي عنوانها سمعنا وأطعنا. الأمة الذليلة المعذبة من اليهود والنصارى وكل شيع الكفر شعارهم سمعنا وعصينا. السعادة في الدنيا أن تطيع ربك مالك الأرض، أمر بديهي لا يخالف فيه أحد أبدا. للأعالي قد أغار يقتفي نهج الرسول في جنان الخلد تزهى، فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقربى يوم أقدام تزول.